عسلامة. اليوم باش نحضر مع بعضنا وصفة تونسية 100%، اللي هي الفريكاسي التونسي. وصفة ناجحة 100%، وصدقولي من أول مرة تنجح معاكم. شوفوا كيفاش الكعبات الفريكاسي ما شاء الله. نبدأ بطريقة التحضير. أنا هنا خذيت 250 مليلتر حليب يكون دافي ما يكونش سخون. باش نزيد عليهم 7 جرامات خميرة متاع خبز، وباش نزيد عليهم 2 مغارف متاع قهوة سكر. وتوا باش نخلط الخميرة والسكر والحليب مع بعضهم حتى لين يذوبوا. توا باش نخليهم يخمروا 10 دقائق. انا هنا الخميرة متاعي تفاعلت هي والسكر والحليب مع بعضهم. توا نجي نخلطهم هكا شوية ونزيدهم هنا كع بعضهم. نحلها هكايا. وتوا نزيد عليهم 500 جرام فرينة، باش نزيدهم شوية ملح، تقريبا مغرفة كبيرة. وباش نزيد عليهم 2 مغارف كبار زيت. وتوا نجي في المرحلة هذه ونعجنهم الكل بداية. اللي عنده عجانة ينجم يعجنهم في العجانة. نجي نعجنهم هكايا بالكدا بالكدا، والماء كل مرة نبقى نزيدو بشوية بشوية. أنا هنا عجنت عديتها على الخامة وقعدت نعجن فيها بالكدا بداية كما قاعدين تشوفوا فيها. لازمها تكون كما هكا، ما تكونش يابسة وما تكونش طرية. توا باش ناخو الصحفة اللي خلط فيها من الأول، باش نعمل لها شوية زيت، ندهنها بالزيت من الجناب الكل. نحط في وسطها العجينة متاعي، وكيف كيف هي زاد ندهنها بالزيت من الفوق. لازم ندهنوها من الشيرات الكل كما هكا. وتو باش نجي ونغطي عليها ونخليها ترتاح 30 دقيقة. نسكروها بالكدا على جناب الكل. وتو من بعد هنا مرتاحت العجينة متاعي وخمرت. تو باش نجي ونحي لها الهواء كما قاعدين تشوفوا فيها، وباش نجي توا ونقسمها على 2 كويرات. هذه الكرة الأولى وهذه الكرة الثانية. نجي توا نحط شوية فرينة على الرخامة، وكيف كيف ندهن شوية على العجينة من الفوق، ونبدأ هكايا نحل فيها بالقلقال. حلها على اليمين وعلى اليسار من الشيرات الكل. لازمها تكون ماهيش خشينة وماهيش جويدة، لازمها السمك متاعي يكون كما هكايا. توا باش ناخد الكيس متاعي هكايا ونبدأ نشكل في الكعبات. انا خديت كيس متوسط، نجمو نتوما تاخذوا كيس كبير اللي يحبهم كبار، ولا كيس اصغر من هكا، كل واحد يعملهم كيما يحبهم هما. يحلو اللي يحب كبير واللي يحب صغير. نبقى هكايا نشكل الكعبات متاعي متاع الفريكاسي. وكل عجينة هذيك نجي هكايا ونلموها ونحطوها على جنب، ونبدأ توا نشكل في كعبة الفريكاسي متاعي ونحطهم بالطبيعة في وسط اطباق. هنا حطيت الكعبات في وسط اطباق. توا ناخذ العجينة الثانية وبنفس الطريقة نبقى نحل فيها كما عملت المرة الأولى. نبدأ هكا نشكل في الكعبات الفريكاسي. وكل العجينة هذيك ما نطيشوهاش، نخلوها ترتاح شوية ومن بعد نعاودو نحلوها. ناخذو هكا الكعبة الفريكاسي ونشكلها على كعبة على شكل فريكاسي كما هكا. انا هنا كملت حضرت كعبة الفريكاسي، تقريبا جاوني 15 كعبة فريكاسي. توا في المرحلة هذه باش نغطي عليها ونخليها تعاود تخمر مرة أخرى، باش نخليها 40 دقيقة تبقى.
وهنا من بعد ما تعديوا 40 دقيقة الكعبات تاع الفريكاسي كما قاعدين تشوفوا فيهم خمروا. انا هنا خديت القلاية متاعي صبيت فيها الزيت وخليته لين سخن، وتوا كي سخن حطيت كعبات الفريكاسي متاعي ونقصت عليه الغاز. لازم الغاز يكون متوسط ما يكونش قوي برشا كما يحرقناش كعبات الفريكاسي. نحط كعبات متاعي يتقليو هكايا في الزيت. شوفوا كيفاش طلعوا وحدة ما شاء الله، نفخوا وطلعوا شوفوا كيفاش. توا نبدا هكا نقلب فيهم، ما نغفلوش عليهم، لازمنا ديما ديما نبقاو محذيهم ونبداو نقلبوا فيهم. توا باش نبدا هكا نجي ونهبط كعبات الفريكاسي متاعي، نستقطرهم هكا بالزيت ونحطهم في وسط المقفول الكسكاس، يزيد يكملوا يستقطروا من الزيت كيما هكايا. نستقطرهم من الاول ومن بعد زيد نكمل نحطهم نخليهم يكملوا يستقطروا الزيت متاعهم، ونعاود نكمل الكعبات الفريكاسي نحطها بنفس الطريقه ونخليهم يتقلاو. شوفوا كيفاش الكعبات ما شاء الله. لازم يكونوا لونهم كيما هكايا دوري، ما يكونوا خلوهمش حتى لين يتحرقوا. وتوا نجي هكا كيف كيف ونهبط الكعبات متاع الفريكاسي متاعي كيما قلت لكم، ناخذوا الكعبه ونستقطروها من الاول من الزيت كيما هكايا. انا هنا حبيت نوريكم الكعبه من قريب باش تشوفوا كيفاش جات حصيلو ما شاء الله. وهنا كملت تقليد كعبة الفريكاسي متاعي كما قاعدين تشوفوا فيهم، واستقطروا من الزيت. شوفوا كيفاش جاو طريين. باش ناخذ هنا الكعبة الأولى ونحلها معاكم، شوفوا كيفاش طايبة في حقها وطريقة. أنا هنا بالنسبة للحشوة متاعي خديت هنا زيت حطيت له شوية هريسة، زدتها شوية ماء، خديت هنا العظم قصيته شوية وطن وبطاطا مسموطة في الملح وفلفل أكحل. وبديت هكا نعبي في الكعبات متاعي تاع الفريكاسي. من الاول نحط الهريسه كيما هكايا، ومن بعد نزيدو البطاطا المسموطه، نحط له العظم، نشخشخو هكا بالطن، نزيدو شويه رشه المعدنوس باش تعطيه بنه، نزيدو هكا اللي يحبوا موزوز يزيدوا الهريسه من الفوق، ونزيدو تو في الاخر كعبه الزيتون. وبهكا كعبه الفريكاسي متاعنا حضرت. وهنا كعبة الفريكاسي متاعنا حضروا حطيناها في الصحن. شوفوا كيفاش حسيلو تصويرتهم تحكي على البنة اللي فيهم. حسيلو انا نقول لكم جربوهم، ننصحكم انكم تجربوهم، حاجة تعمل الكيف ويجوكم كيما متاع الشارع بالضبط. ما تنساوش كان عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس، واللي مشارك في القناة يعاود يفعل الجرس باش يوصل له كل جديد وكل فيديو نهبطه جديد. وبهكا قعد دغيا كان نقول لكم شاهية طيبة وبسلامة في فيديو آخر.